وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. نتمنى تكونوا بألف خير. اليوم جيتكم في حلقة جديدة من وصفات سناء كناني باش نقدم لكم المعسلة ديال البشنيخة اللي كتجي رائعة وسهلة في التحضير. وإلا عجبكم الفيديو بارطاجيو ونبقاو دابا مع التفاصيل. البشنيخة كتجي غزالة وكتجي معلكة وكتجي فيها واحد المذاق رائع. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا في التعاليق. مي تستحق تجربه هاد البشنيخه هاد البشنيخه هادي كتجي مقرمشه وكتجي لذيذه وكيجي فيها واحد المذاق رائع وكتجي خفيفه. بالنسبه للناس اللي كيبغيو المذاقات خفاف في المعسلات هاد البشنيخه هادي لا يعلى عليها. وهاد البشنيخه هادي كتجي رقيقه، يعني ما كتجيش ديك البشنيخه اللي كتكون فيها الخيط ديال هاد هكا غليظ رقيقه. خصني مازال ما بارطاجيتش معكم الماكينه، ما انا غادي نبارطاجيها معكم باش تشوفوها، باش القياس اللي تقدروا تاخذوا فيها، باش ما تكونش لاباري غليظه. ولكن ديك البشنيخه اللي كيقول لك ما كديرش بالماكينه ولا شي حاجه، راه ما كاين ما احسن من الماكينه اللي كتجيب البشنيخه زوينه. زعما الصراحه الله، يعني بشنيخه ديال الماكينه زوير هكا بهذاك الموس ديال البيتزا هكا كنديروهم، ما كتجيش بحال هذه نهائيا. كنحطها في طبق التقديم تبارك الله كتخرج الخير والبركه اللي كتخرج. وغادي نبداو مع المقادير. غادي نحتاجوا ربعه ديال الزبده المارغرين، نوعيه ممتازه، كنحكوها ضروري ما تحكوها بالحكاكه الغليظه. وكنديروا واحد الساشي ديال 7 غرام ديال زهر هذيك ديالكم زهره البرتقال. وغادي نديروا نص معلقه صغيره ديال القرفه، نص معلقه ديال النافع البلدي اللي كيكون مطحون باش كينسمنا ديك البشنيخه وكتجي بنينه، كتجي فيها واحد اللذات وقوام كتجي رائعه. وغادي نعجنوها. منين كنحكوها بالحكاكه كتسهل علينا الخدمه، ما كتجيناش صعيبه صافي. وغادي نبقى نخلطوا مع الحليب شويه بشويه، وحنا كندخلوه مع هذيك الزبده كما كتشوفوا هنا ماما كتعجنها هكا، كدير لها هي شويه، خصها ضروري ما تجي هاد العجينه تجيكم قاصحه ما تجيش خفيفه. هنا فاش درت داك الحليب كامل غادي نبدا ندخل فيه الطحين. كتدخل لكم كتهز لكم قياس كيلو ديال الطحين، حتى من 900 غرام حتى الكيلو ديال الطحين اللي كتدخل. انا هادشي اللي دخلت ليا 4 ديال الزبده. المهم ان العجينه كتبقاو تزيدوا شويه بشويه الطحين وكتبقاو تعجنوها وتدلكوا فيها، هي خاصها تدليك كتدلك حتى تتقصح لينا، خاصها تخرج قاصحه العجينه، ما خصهاش تكون رطبه صافي. كتبقى تعجن بحال هكا. وكما قلت لكم اللي عنده العجانه ولا تhermomix يعجنوا فيهم راه كتجي سهله. هنا كناخذوها كنبقاو نعبروها هكا باش كيجينا عبار بقد قد هنا مزيان حتى قصحت بهذا الشكل. هي خصها تكون قاصحه هذه ديال البشنيخه. تنكوروها بهذا الشكل هذا، تنديروها حريبلات هكذا وتنخليوها تنغطيو عليها، وهانتوما غتشوفوا التتمه ان شاء الله. وهنا بعد ما درنا الكويرات العجينه كويرات غادي نطلقوها. راه ما كتخليوها ما كترتاح ما حتى شي حاجه، مباشره كتطلقوها، يعني ما كتعذبكم ما هذا. كتطلقوها في الاول بالمدله كما كندير لها انا بحال هكا، كنطلقها هكا طويله وكنغطي عليها، ضروري كتغطيو عليها باش ما كتيبس لكمش العجينه. لا في الصيف لا في البرد راه العجينه كتيبس معها قاصحه وداكشي كتيبس لكم صافي. غادي نطلق تنكمل العجينه كامله اللي عندي. هنا بعد ما طلقتها انا ماما راه جات باش كدير لها الطحين باش كتجي مفروقه في الماكينه. وهاد الطلقه الاولى كتحيد الطريقه هذه، ولكن كنديروا لها الطحين كنحاولوا دغيا هكا بالزربه ما كتاخذش كاع ما كتاخذش وقت. البشنيخه اصلا دغيا كتصاوب. بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش داكشي مقوم زعما بزاف، يعني في رمضان كيبغيو شي معسله خفيفه، هاد البشنيخه اللي كتجي زوينه شي ساهله، ولكن خصكم ديروا لها الطحين بهذا الشكل هكذا باش ما كتلصقش معاهم، ما كتلصقش، ما كتبغيش تكون هي خفيفه هاك. حنا راه ولفنا كنخدموا ديما المعسلات اونصومبل. داكشي قلت لكم هاد العام هذا ان شاء الله غنصور لكم داكشي اللي كديروا انا ماما ديما مجموعين. وهذا الشيء كيبغي المناسبه في الحقيقه وكيبغي العوين. ايوا باش ما كتمليش تيجي كلشي ساهل، ما كيجيش الملل. ملي كتلقاي مع من تهضري مع من توانسين واحد تيشد واحد كيخدم لا واحد لا هذيك المثله ديال واحد خديتو بغزل، لا كي واحد المثله ديال كانت كتبقى لها عزيز الله يرحمها. واحد كيحب واحد كيشد في الكروب، راه هي ديال الطحله هذه هذيك شي غادي كيما طلقناهم في الاول بالثلاث كاملين تكملناهم. دابا كنطلقوهم بهاد الماكينه قاصحه ها هي، ودابا راها مزيانه. هي دي ضروري ما تكون قاصحه باش راه خدات لينا كيلو ديال الطحين، 4 ديال الزبده كيلو ديال الطحين.
في نص اطرو ديال الحليب، في نص لتر ديال الحليب. يعني القياس راه معروف ومضبوط، ولكن حتى انا خدات لكم اكثر شي شويه باش تجيكم قاصحه. راه على حسب العجينه خاصها تليق، العجينه خاصها تعجن مزيان. يعجنوها في اللي عنده العجانه يعجنها في العجانه، اللي عنده الترموميكس يعجنها في الترموميكس. حنا ورينا لكم باليدين باش الناس اللي ما عندهمش يعرفوا كيفاش يعجنوها. اما الترموميكس كيعجنها من داكشي. لها في الترموميكس اولا في العجانه باش ما تخسرلكمش. كتقسموا العجينه على مثلا هذا كيلو ديال الطحين كيتقسم على 3 ولا على 4. بالنسبه للناس اللي عندهم هذا يعني يستعملوهم، يعني عندكم في الدار تستعملوهم هاد الالات وراه كيسهلوا عليكم الخدمه. تسهل عليكم الخدمه. حنا دابا ساعه المكانه حنا عجناها فيها وتستلقات، وهي ان شاء الله باقي نص ساعه بديتو ماشي حتى ساعه، نص ساعه دغيا ما كتاخذش كاع منكم وقت. هذا سهله مهله وخفيفه كتجي خفيفه وزوينه. كتجي لذيذه وروعه. شحال من واحد تيحماق عليها وشحال من واحد تيقول ليه ماما كتصاوبها رقي وخا صغيره. حنا كتعجبنا حاجه صغيره ما كتعجبناش حاجه كبيره. حاجه كبيره حاجه صغيره كتجي حلوه، كتجي متيوده. كلشي انا كنعدل الشباكيه صغيره كلشي صغير. اللي بغى يصاوب سباكيتي هي ساهله دابا نكرموها ونرجعوها سباكيتي. شنو كتكون قاصحه. لا ماما دابا عرفتي شغديري؟ انت غديري حاجه ولا غندير حاجه؟ انا نشبك وانت صافي انا نطلق لك والعجينه. واش ما تبقاش داك عاوتاني تعاودوا. كتقرصوا هذا الجناب من هنا، كتقرصوا هذه وهذه واخا تجبدوها لعند اختها. مشيت لقى الراس مع الراس. نتوما شتي شوفوا على حساب الجهد اللي بغيتو نتوما، على حساب القياس اللي بغيتو. كاين اللي كيبغيها كبيره، كاين اللي كيبغيها صغيره. انا ما تعجبنيش البشنيقه تكون كبيره. نتوما هاد الشكل شتي كي كتجي. دابا نحط لك هنايا باش كنت تجيك داكشي ساهل. وهنايا غادي نكملوا بديك الطريقه. غادي نبقى ندير لهم الطحين وغنبقى ندوزوهم في الماكينه، وماما راه هي كتشبك كل واحد شنو كيدير وباش كيجيونا ساهلين والخدمه كتجي متوله ومتقونه. حيت هاد الشعيرات غادي يمحنوكم في القلي. لا ماشي غيبقاو غير هكا كيتقطعوا. بقاو يتقطعوا في العسل كيبقى داير. شوفوا بحال هكا. هذه هي الطريقه اللي كنديروا. انا كندير لها بحال هكا باش كنسرب. كتزربي باش ما كنضيعوش الوقت. ما تنضيعوش الوقت. بقاو تقرصوها بحال هكا تجيبوها نجمعوا هاد العجينه هاد الشيء اللي كيبقى صافي. وغادي هذيك الساعه غادي نقطعها بالماس. المهم غنديرها هكا باش ما نجيش حداك. شوف السنه صافي. حتى ديري لها بحال هكاك باش نسربيو عليها باش هي ماشي هي تغلب علينا. وكنكملوا بديك الطريقه بحال هكا باش كيجيونا ساهلين. وضروري ما تشدوها من هنايا في الجنب. هاد الجنيبات خصهم يتقرصوا مزيان هكذا. صافي ها هي. ولا كانوا هاد الجنيبات عراضين حاولوا باش ما تجيش بحال ديال السوق. ديال السوق كتكون هادو بحال مدقسين. هاد الجناب هذيك كتكون طويله. هي ما خصهاش تكون طويله، خصها تقرص جهه القرصه. جهه القرصه هكذا تقرص بهاد الطريقه هكا. كنديروا لها هكا باش كتجي حلوه. هاي شوف وكتجي رقيقه. السنيات خصهم يكونوا رقاق. صافي. وغادي نمشيو بهذا الشكل هذا تنساليو هاد البشنيخه. كتبقاو بهذه العمليه هذه. وضروري كما قالت لكم ماما وكما قلت لكم تجمعوها من الجنيبات تجي مقروصه مزيان باش ما كتحلش لكم في القلي، ما كتعذبكم ما حتى شي حاجه. تتبركوا عليها وما كديروش لها هذاك الجنيبات ديالها. تديروهم شطوالين يعني كيكونوا قصارين باش ما كيجيوش مدقسين. يعني فاش كتقليو داكشي ما كتجي خفيفه. هاد النصائح ضروري ما تتبعوهم باش تنجح معكم البشنيخه وتجي معكم كما صاوبنا احنا انا ماما وكما كنصاوبوها ديما وكتجي رائعه. واهم من ذلك انها سهله دغيا كتوجدوها زعما ما كتاخذش منكم وقت. صافي حنايا قربنا نكملوا. العجينه اللي بقات لي راني دوزتها في الماكينه. صافي حيدت الماكينه ها هي. وضروري ما تغطيوها باش ما كتيبس ليكمش. صافي. هاد العجينه اللي بقات لنا هنا في الاخر غادي نجمعوها وغادي نعاودو نطلقوها بحال اللي طلقنا الشكل الاول دغيا.
وهذه اللي ما عندهاش، بالنسبه اللي ما عندهاش الوقت وداكشي باش توجدها، يعني تستعجل العجينه في الليل ولا غدا الصباح تصبح عليها ياك ماما، ما كيوقع لها حتى حاجه. لا ما توقع لها حتى حاجه. ماما اصلا كدير هذه كوموند للناس وداكشي وكتوجدها ديما، كتوجدها لافي وعاد الصباح كتصبح تخدمها. بالنسبه للقلي الا كانوا بغاو يخدموها ويخليوها حتى الصباح تقلى ما كتوقع لها حتى حاجه. المهم غير يغطيوها يعني تقدروا بلاستيك كيغطوها بالسلوفان ولا تقدروا توجدوها وتخليوها حتى الصباح عاد تقليوها. اللي ما عندوش الوقت وبغى يقليها في ضوء النهار حتى للصباح، حتى الصباح ان شاء الله. انا راه قاسين على اخر انا راني الونيسه زوينه الحقيقه في هذا الشيء هذا ديال العواشر. هكا الونيسه كتشجعوا واحد تينقي الجلجلان وواحد كل واحد اش كيدير، كل واحد اشنو كيدير. حنا كنتعاونوا. واحد الشيء ديال العواشر وداكشي كيبغي ولقينا راسنا لابسين انا وماما الغوص تقولي متفقين عليه. بالنسبه اللي بغى شي حاجه مرحبا الف مرحبا. ماما هي كدير لو كوموند ديال هذا الشيء هذا. انا مازال ان شاء الله مستقبلا غادي نبدا ندير لي كوموند، مازال ما عرفتش فوقاش، مي نقدر ندير لي كوموند ديال المملحات. ماما كدير المعسلات وانا غادي ندير المملحات ان شاء الله بحول الله. المهم الا كنت غادي نبدا ندير لي كوموند راني غادي نقولها لكم ان شاء الله في الانستغرام. راه الناس اللي متبعيني في ستوريات وداك الشيء راكم كيعرفوني ديال كل نهار كيعرفوا الاخبار ديالي، وديك الساعه نشاركها معكم على اليوتيوب بحول الله ونقول لكم راني بديت كندير لي كوموند. هاد الساعه مازال ما قررتش، حيت هما فيهم الخدمه وفيهم تماره وفيهم هذا ومع التصوير. يعني انا اللي بغيت ندير لي كوموند خاصني نصور وميم طون ندير لي كوموند للناس. غادي ناخذ شويه ديال الوقت، شويه ديال الوقت ويدير الله الخير ان شاء الله. كلشي يدير الله الخير حق الخير. هذا الكيلو ديال الطحين تيخرج 2 كيلو ديال البشنيخه. ايوا هانتوما باش تعرفوا القياس. بالنسبه اللي بغات دير لي كوموند هاد رمضان ولا شي حاجه هذا هو القياس ديال هذا. واللي بغات شي حاجه ها هي ماما حتى هي كدير لي كوموند. اللي بغى شي حاجه الواجب، لا اللي بغى الواجب راه كنصاوب كلشي. ان شاء الله لا بالصحه والسلامه ان شاء الله. الصحه والهنا والمتمنيات ان شاء الله يا ربي ويسهل على كل واحد يا رب. امين. وعطي كل واحد ما كيتمنى يا ربي. هادشي اللي كاين. ايوا وخليكم دابا معايا باش تشوفوا الطريقه ديال التعسال والقلي ان شاء الله بحول الله. هنايا بالنسبه لهاد لي شوت اللي كيشيطو راه حتى شي حاجه ما كتضيع. هادو كلهم كيشيطو وكنعاودوهم كنعجنوهم هكا كندلكوهم شويه. خاص العجينه تبقى قاصحه وعاد كنخليهم يرتاحوا وكندلقوهم بالمدلاك وبلا باراي بحال اللي شفتو قبيله. نفس العمليه كنديروها فيهم، يعني باش ما تقولوش هاد العجينه اللي شاط راه كلها كتستعمل. المهم هذيك معلومه باش تطبقوها ان شاء الله بحول الله. وعندكم اي سؤال اي حاجه خليوه لي في التعليقات وانا غنجاوب عليكم. كتحمر عليا شويه لا هانتوما ديروا لها بحال هكذا، حلوها حاولوا تحلوها بحال هكذا وعاد طحيوها في المقله. صافي درنا الزيت بزايد باش نخليو فيه بحال هكذا. ها العسل ها واحد انا وهنا باش نصفيو البشنيخه ديالنا. هكذا شفتي هكذا بهذا الشكل. وهنايا غادي نكملوا القلي ديالنا ديال البشنيخه ضروري ما ديروا لها العافيه مهيله وخصها طيب على الخاطر باش كيجي الطياب ديالها موحد واللون فيها موحد. ما كيجيش شي طايب بزاف شي خضر من الجناب وكتجي فيها التحميره رائعه. شوفوا التحميره ديالها. وفاش كنبغيو نحيدوها كنقطروها مزيان من الزيت عند كنديروها في العسل. ومنين كنبغيو نديروها في العسل البشنيخه ما ديروش العسل يكون ما تسخنوش، حيت البشنيخه والشباكيه كيبغيو العسل ما يكونش سخون اصلا. هي ملي كتنزل فيه سخونه راه داك العسل كتخفو، يعني بلا ما تسخنوه ما حتى شي حاجه وهي راه كتسخن داك العسل. شوفوها كي كتجي رائعه، كتجي غزاله ديك البشنيخه وكتجي معلكه. وهنايا انا بعد ما كملت البشنيخه ديالي خليتها، انا كملتها في الليل وخليتها حتى لغداين الصباح وعاد بديت كنستفها كنقادها في طبق التقديم ودرت عليها اللوز اللي كيكون مقلي ومهرمش كيجي رائع.
وكتجي بنينه وزوينه. كنتمنى انكم تجربوها ان شاء الله وتردوا عليا في التعاليق. وإلا عجبكم الفيديو ديالي انا وماما شجعوني وبارطاجيو الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ومع الاهل والاصدقاء. ومرحبا بكم مره اخرى في قناتكم.